أحداث مسلسلنا لما بتكون ديفا رح تنهي حياتها، وبتتساءل لو هان رح يبكي على وفاتها. بنعرف إنها مريضة بمرض خطير، ولما راحت لتخبر هان لقيته بيعانق جيسي، وبعدها إجاها اتصال من أبوها يلي ودعها لآخر مرة وأنهى حياته. بتتصل فيه وبتسأله عن ليش خلص على أبوها، بس هو بيقول إنه هي السبب وبيرفض يشوفها لأنه مشغول، رغم إنه هي موجودة في شركته. وللأسف بتنط ديفا قدام هان وبيشوفها. اتضح إنه جيسي هي اللي تقربت منه لما شافت ديفا جاية، ومو العكس. فبيحزن هان كتير وبيترجاها ما تتركه وحيد. وعلى فكرة طلع كل هاد مجرد حلم، وديفا لساتها عايشة وأبوها كمان، بس بتخاف إنه يصير معها نفس الشيء. بيجي هان للغرفة بيقول لها هو مفكر إنها مريضة بس طلعت بتمثل عليه. بتطلب منه ديفا يطلقها، بس هو بيقول لها إنه ما عنده الوقت ليضيعه. بتقول له إنها جادة، هي ما بتحبه ولازم يتطلقوا. بيذكرها إنه زواجهم هو مصلحة شغل للعيلتين، بالتأكيد ما لازم يحبوا بعض. تسأله عن ليش اختارها طيب، فبتجي لانا وبتعتذر لأنها قاطعتهم. بيطلب منها بطلنا ترجع لسيارته، بتقول له إنه هو تأخر لهيك قررت تشوف وينه. فبيأمر ديفا ما تطلع من الغرفة وبيروح. فبتقول لها لانا إنه هو دائما مشغول وما عنده الوقت ليضل معها. بتقول لها ديفا بالتأكيد لأنه عشيقة زيها بتستغل وقته. بتقول لها لانا إنه هون راح يطلقها قريبا ويتزوجها في المقابل. فبتجي لبيت أبوها وبتعنقه لدرجة إنه هو بيستغرب منها، وبيسألها لو كان هان أذاها. بتقول له لا، هي اشتاقت له. وبتتصل فيها صديقتها بتطلب منها تجي لتقابلها في الحانة وبتوافق. وبترجع للبيت لتغير ملابسها، وبيكون هان لساته بيلف مع لانا وبتطلب منه يروحوا ليتعشوا سوا، بس بتتصل فيه ديفا وبيعرف إنها في الحانة. لانا بتقوله إنه هو بيشتغل دايما، في حين ديفا بتستمتع مع الرجال التانيين. فبيروح معصب وبيتركها لحالها. ديفا بتكون شربت كتير وما بتكون في وعيها، لدرجة إنها بتقرر تلاقي رجال عوض هان لتستمتع معه. فبتقترح عليها صديقتها مارك يلي هو في الواقع بيكون طبيب غني ووسيم، وبتقبل إنها توعده. واتضح إنه هو درس في نفس جامعة ديفا وكان أوريدي بيعرفها. أخيراً بيوصل هان وبيتعامل بقساوة مع صاحب المكان، بيأمره ليلاقي زوجته ديفا، في الواقع بتكون في الحمام. بيقترح عليها مارك يوصلها لبيتها، بس هي بترفض ترجع لعند هان وبتلمس له وشه. فبيجن هان لما بيشوفهم وبيضرب مارك وبينبهه يضل بعيد عنها. فبتحاول ديفا تساعده، بس هان بيذكرها إنها بتكون ملكه وما عنده الحق لتستمتع مع غيره. فبتصفعه وبتطلب منه يخرس، بس هو بيحملها. بتحاول صديقتها تلحقها، بس مساعد بطلنا بيمنعها. ومن الصدفة بيمروا قدام جيسي، بتكون بتشتغل في الحانة. بتطلب منه ديفا يروح لعند حبيبته، بس هو بيطلب منها تخرس. وبيرجعها للبيت وبيسألها عن كيف بتتجرأ تلبس هالملابس وتروح لتستمتع مع غيره. بتذكره إنه هو كمان سوى زيها، فبتورجيه صورته مع لانا. بيقول لها إنه في هداك اليوم هو ما كان في وعيه وما صار شي بيناتهم. بتقول له هي كمان نفس الشيء وعندها الحق لتستمتع مثل ما هو بيستمتع. بيمسكها، بتقوله لو كان معصب فيه يطلقها. بيقول لها في أحلامها لازم تحمل منه، وبيضايقها. بيشيل قميصه وبيقول لها مستحيل تهرب منه. فبيسحبها لعنده وبتستفرغ على وشه، فبتعتذر منه. بيطلب منها تساعده ليستحم، بترفض وبتروح. فبتتصل فيه جيسي، بتطلب منه يجي لبيتها. فبيذكرها إنه هي يلي تخلت عليه في الماضي، لهيك ما عندها الحق لتتصل فيه. فبيضربها أبوها وبيخبرها إنه هو لقالها رجال لتتزوجوا غصبا عنها، بس هي بتكون مصرة إنها تترك هان يصير ملكها. في الصبح مارك بيتصل بديفا، بيقول لها تقدر تكون ممرضة في المشفى يلي بيشتغل فيه، لأنه حلمها بكل بساطة إنها تكون ممرضة. بتوافق. فلما بتجي بيسوي لها الفحص
وبتنصدم لما بتكتشف إنها مو مريضة بمرض خطير وبتشك في الموضوع. صادف إنه هان بيكون موجود كمان بيحكي مع الطبيب عن الوصفة يلي لازم يعطيها لديفا لتصير حامل، فبيعصب لما بيشوفها مع مارك، حرفياً بيفقد أعصابه وبيضربه، بيذكره بكلامه السابق، بس بيقول إنه لازم يسأل ديفا لو لساتها بدها تضل زوجته. فبتطلب منه ديفا ليهدأ لأنه هاد مشفى. بيسألها عن ليش تركته يلبسها حذائها، يمكن يكون هو بيفكر بطريقة بشعة عنها. بتقوله إنه مارك بيكون صديقها ودرس معها في نفس الجامعة، فبيسحبها معه لبرا. بتقوله هو الوحيد يلي بيفكر هيك. فجأة بتظهر جيسي، بيكونوا بيلحقوها هالعصابة. بتترجى هان ليطلق ديفا ويتزوجها مشان ما تتزوج بالرجال يلي بيجبرها أبوها تتزوجه. تنصحه ديفا ليتصرف مشان ما يفقد من إيده حبيبته، وبالفعل بيعطي للعصابة 1,000,000 مشان ما تتزوج ديفا، بس بيرفضوا المبلغ لأنه قليل، لهيك بيهاجموه وبعدين بيروحوا. بتشكره جيسي كتير وبتقول لديفا إنه هان ساعدها لأنه هي كانت حبه الأول. بتقول ديفا إنه أصلاً هي بتعرف إنه هان هو رجال لعوب، فبيطلب منها تخرس. بتقترح عليه يطلقها بسرعة مشان يتزوج بحب حياته الأول، فبيعطي لها مارك حقيبتها. بيسألها هان عن لو بتسوي كل هاد مشان تكون مع مارك، بتقوله إيه، فما بيصدقها، لهيك بتثبت له كلامها وبتذكره إنه أوراق الطلاق في البيت لازم يوقع كمان زيها. وبتسحب معها مارك وبيروحوا سوا. فبتفرح جيسي كتير لأنه أخيراً هان رح يصير ملكها، فبيقول لها هاي آخر مرة رح يساعدها وممنوع تتصل فيه مرة تانية. في هالوقت ديفا بتكون جهزت شنطتها وبتترك أوراق الطلاق لهان ليوقعها. بتوصل أم هان بتحكي لأصدقائها إنه زوجة ابنها بتحب هان، هي بنت غبية بتنفذ كل طلباتها وبتعاملها زي الخدامة، واليوم رح تطردها من البيت. بس بتنصدم لما بتشوف ديفا طالعة من البيت ومو لحالها مع رجال تاني كمان، فبتحس أم بطلنا بإحراج مش طبيعي قدام أصدقائها، لهيك مباشرة بتجي لتسبها وتهينها. بس ديفا بتقول لها ما تحكي ولا كلمة لأنها ما رح تنفذ كلامها، لأنه بكل بساطة ما ضلت مهتمة بهان. وبتروح. لما بيجي هان بتخبره بكل السالفة، وأكيد بتكذب عليه وبتقول حكي مانو حقيقي. بعدها بتجي لعند أب ديفا، بتقوله إنه بنته ما بتستحي طلعت بتخون هان مع رجال تاني وكمان طلبت الطلاق. فبتجي ديفا وبتسألها عن ليش إجت، لأنه هي وهان مستحيل يضلوا مع بعض. بتقول أم هان لأب بطلتنا إنه بنته كانت بتعاملها بقساوة وعمرها ما احترمتها أو نفذت طلباتها، وفي الأخير خانت ابنها مع رجال تاني. بتوضح لها ديفا إنه هي ما كانت سعيدة بزواجها هاد، والطلاق هو أحسن قرار ومناسب للكل. أب ديفا بيطرد أم بطلنا من البيت لأنها بتحكي على بنته بالسوء. وفي المساء بيجي هان ليزور أب ديفا يلي بيعطيها أوراق الطلاق وبيطلب منه يوقع الحين، بس هان بيرفض. بتقوله ديفا لو طلقها رح يكون سعيد مع جيسي، فبيقول لها إنه الموضوع مو مثل ما بدهم. بتقوله حتى لو كان هيك هي ما ضلت متحملة تسمع أكاذيبه يلي بتنعاد دايما، وما ضلت بتحبه لأنه هو ولا مرة اهتم فيها أو عاملها مثل زوجته. بتقوله الطلاق هو الحل الوحيد لعلاقتهم مشان كل واحد يروح يعيش حياته الخاصة. ورغم كل هالكلام مرة تانية بيرفض، فبيهددوا أبوها لو ما وقع رح يترك سمعة عيلته تتدمر. بتتذكر ديفا الحلم، وبسبب تهديد أبوها كان توفى، لهيك بتخاف إنها تفقده وبتقوله مو داعي يدخل العيلة في الموضوع. بس أبوها بيرفض لأنه هان وعيلته عملوها بقساوة والحين صار دورهم لينتقموا. بيروح هان وهو رافض فكرة الطلاق وبيرجع للبيت. اتضح أمه خايفة على سمعة عيلتها، وهذا هو السبب اللي بيتركها ترفض طلاق هان وديفا. بتضل أم بطلنا تضغط عليه بحكيها باستمرار لدرجة بيعرف إنها مهتمة بس بالمصاري. بتعترف إنه كلامه صحيح وإنه كل همها هو المصاري،
فبينبهها بطلنا لتضل في البيت وما تروح لعند ديفا مرة تانية. بس هي بتقوله إنها مستعدة تنكر إنه هو ابنها مقابل المصاري. بيضل هان يتذكر كل ذكرياته مع ديفا وقديش كانت بتحبه وبتعامله بلطف، بس هو ما كان بيعاملها بنفس الطريقة. بعد يومين بتكون في حفلة لرجال الأعمال، بتجهز ديفا حالها وبتقابل مارك هنيك. حتى هان بيجي مع لانا وبيشوف مارك وهو قريب كتير من ديفا، يلي بتسألها لانا عن لو كان مارك عشيقها. فبتسمعها ديفا وبتطلب منها تخرس لأنه مو الكل بيفكر زيها. مارك بيقول لها إنه هان دائما مع بنت مختلفة، فكيف ديفا ما تختار هي كمان. ديفا بتفضح هان قدام الكل، بتقوله إنه لانا دائما بتبعت لها صورهم مع بعض لما بيروحوا للفندق وبيستمتعوا مع بعض. الكل بيبدأ يحكي بالسوء على هان، يلي بدوره بيطلب من لانا تفسير. بتقوله إنها بتحبه لهيك سوت كل هاد. فبتذكرها ديفا إنه هان مستحيل يحب حدا غير جيسي وبتروح معصبة. بيحاول هان يشرح لديفا الحقيقة، فبترفض إنها تصدق كلامه وبتروح، بس مع هيك بيلحقها. بتطلب منه يروح وما يزعجها، فبيترجاها تعطيه فرصة تانية. بس بيجيها اتصال بتعرف إنه مارك في المشفى بسبب هان. بتعصب عليه كتير لأنه ضرب مارك وكسر له إيده. بيقول لها إنه هو ما لمس إيده، فما بتصدقه، لهيك بيوافق إنه يطلقها. بعد ساعتين لانا بتخطف جيسي لأنه هان تخلى عنها بسببها. فبتقول لها جيسي إنه صح هي بتكون حبه الأول، بس هان ما ضل بيحبها قد ما بيحب ديفا. وهون لانا بتقرر إنها تغير الخطة وبتطلب منها العصابة ليخطفوا ديفا، بس ما بيقدروا لأنه هان بيساعدها. بيقول لها ما حد رح يقدر يحميها زيه. بتقوله لو ما كان ضرب مارك كان بالتأكيد رح يساعدها. فبيتقرب منها وبيقول لها شو ما رح تشكره. بتقوله هي ما انها محتاجة مساعدته. بيذكرها إنها بتكون زوجته ولسه ما طلقته. بتقوله حتى لو كان هيك فهم في الأخير رح يتطلقوا قريبا. فبيرجعها هان للبيت وبيطلب منها تعطيه فرصة تانية، فبترفض وبتذكره يوقع على أوراق الطلاق بسرعة. وبتدخل مع أبوها للبيت. اليوم اللي بعده بيلتقوا أبطالنا قدام المحكمة، بس ديفا بتحس حالها إنها رح تستفرغ. بتقوله إنها مريضة، بس هو بيرفض إنه يطلقها قبل ما يتأكد من صحتها، لأنه هو بيكون شاكك إنها حامل. بالفعل بيجوا للمشفى، ومن خلال بعض الأسئلة اللي بتسألها الطبيبة بتكون في نسبة إنها تكون حامل، لهيك بتطلب منها تسوي فحص لتتأكد. هان بيفرح كتير عكس ديفا يلي بتكون معصبة منه كتير. فمارك بيشوفهم مع بعض وبيغار كتير وبيطلب من الطبيب يساعده. فبيضل هان ينتظر نتائج الفحص وبيكون حابب كتير يعرف لو كانت بطلتنا حامل أو لا، بس هي بتقوله إنها مانها حامل ومجرد وجع في المعدة. فبيزعل، بس رغم هيك بيطلب منها ترجع للبيت لترتاح، بس هي بتقول مو داعي، كما إنها بتكون مصرة على الطلاق. ففجأة بيجي مساعده وبيقوله إنه في مشكلة في الشركة ولازم يروح بسرعة. فبيطلب منها يأجل الطلاق ليوم تاني لأنه مشغول، بس هي بتعصب منه وبتروح. مساعده بيقوله لو ما كان بده الطلاق فيه يخبرها، بس هو بيقول إنه بيعرف إنه الطلاق رح يأثر على سمعة شركته، لهيك الحين بده يأجله شوي. في نفس الوقت بتكون لانا مرة حزينة لأنه هان دايما بيتجاهلها وما بيرد على مكالمتها رغم إنها سوت المستحيل لتتقرب منه. وبيجي هان لعندها وبيقرر يسوي معها خطة. فبكرة بيكون في مزاد وبطلنا بده يشتري تمثال اليشم عشان يعطيه لبطلتنا، وبينصدم لما بيشوف إنه حتى ديفا إجت. فبيكون بيختبئ منها عشان ما يطلقها وبيكذب عليها وبيقول إنه هو ما كان بيختبئ وكان بس مشغول في الشركة. فبيسألها عن ليش مستعجلة بالطلاق لهاي الدرجة ولو كان عندها حبيب سري، لهيك بدها تطلقه علشان تتزوجه، بس هي ما بترد على سؤاله. والصدمة مارك كمان بيجي، الشي اللي بيترك هان يعصب كتير ويتضايق من وجوده، وبيقول إنه هو إجا علشان يشتري أي شي رح تحبه ديفا. فبيقول له هان ما ينسى إنه ديفا لساتها زوجته،
بس ديفا بتقول إنه هي مانها زوجة أحد. بيبدأ المزاد وبيضل هان ومارك يتنافسوا مع بعض ليشتروا لديفا اليشم يلي حرفياً سعره بيكون غالي كتير. بيبدأ المبلغ يرتفع شوي شوي شوي، ومارك بيكون لساته مصر إنه يشتري لديفا اليشم، بس هي بتخبره إنه اليشم كتير غالي، لهيك بترفض إنه هو يشتريه وبتطلب منه يتوقف. لهيك في الأخير مين بيفوز؟ أكيد هان، بس بيعصب كتير لما بيشوف مارك ماسك إيد ديفا وبعدها بيروح. فبتروح وراه ديفا لتحكي معه بس ما بتلاقيه، فبيلحقها مارك وبيقول لها إنه الفحص تبعها كان غلط وهي في الواقع حامل، وبتكون لانا سمعت كل كلامهم. فبتنصدم ديفا وكيف إنها حامل وما بتعرف، فبيقول لها إنها قريبا رح تطلق، ولو عرف هان بموضوع حملها فبالتأكيد هو رح يرفض إنه يطلقها. لهيك من الآخر بيطلب منها مارك ما تخبر هان بموضوع حملها وتفكر كتير منيح في كلامه، لأنه هو دايما رح يكون في جنبها. فبيجي هان وبيمسك إيدها وبياخدها معه غصبا عنها. فتصرفات مارك ما بتبشر بالخير ورح نعرف ليش بعدين. فبتجي وبتسأله ليش خبرها بهالشي، بيقول لها هي أكيد مستحيل توافق تضل مع هان وبالتأكيد رح تطلقوا. فبيعصب عليها لأنها بتحضن مارك وبتمسك إيده قدام عيونه، بتقول له إنها ما عندها الوقت عشان تتشاجر معه. فبيعطي لها تمثال اليشم يلي اشتراه وبتشكره وبتقول إنها رح تدفع له حقه بعدين. فبيترجاها تغير رأيها في الطلاق، بتقول له إنها فكرت كتير منيح في هالموضوع، لهيك فكرة إنها تغير رأيها مستحيلة. فبيقول لها إنه شريكته رح تتعرض للإفلاس لو طلقوا الحين، لهيك بيطلب منها تنتظر على الأقل 3 أشهر وبعدين يطلقوا. فبتعطيها الصندوق وبتقول له يبيعها التمثال عشان ينقذ شريكته من الإفلاس، وبيكون كتير حزين لأنه ديفا دايما بتسيء فهمه. فبتمر فترة ولما بتصل بطلتنا ببطلنا ما بيرد عليها، وفجأة بيتصل فيه رقم مجهول بيقول له لو ما إجا ومعه تمثال اليشم فرح يخلص على جيسي. فبيقلق كتير وبيوافق يروح، وفي نفس الوقت بتكون ديفا بخير وبتكون بتنتظره. فبيقول لها مارك يروح لترتاح لأنها حامل. اتضح إنه اليوم بيكون عيد ميلاد أبوها، وكانوا أبطالنا مخططين إنه بطلنا يجي ويتصالح مع أبوها عن طريق صندوق اليشم لأنه هو غالي كتير ومميز كمان. مارك بيعطي لأب بطلتنا هالهدية يلي بيحبها كتير، وبيسأل بطلتنا عن وينه هان وليش ما إجا. فبتقول له إنه في زحمة في الطريق وبعد شوي رح يوصل. بس هان بيروح للفندق أو العنوان يلي خبره هداك الرجال المجهول اللي اتصل فيه، ولكن ما بيلاقي جيسي وفجأة بيغمى عليه. الحفلة بتخلص وهان بيكون لساته ما إجا وبيعصب كتير أبوها. بتقول له ديفا إنه احتمال إجا خبر من شركته لهيك تأخر، بس رغم هيك أب بطلتنا بيعصب كتير لأنه هان فضل الشغل على عيد ميلاده. ففجأة بيخبرهم مارك إنه هان موجود حاليا في الفندق وبيروحوا مع بعض عشان يشوفوه. وأول ما بيدخلوا للغرفة حرفيا بتكون صدمة، بيلاقوه مع جيسي حبيبته السابقة والأولى أكيد. أبوها ما بيقدر يتحمل لدرجة بيغمى عليه، أما ديفا بتنصدم من هالمنظر. فبيصحى هان وبيترجى ديفا تسمع شرحه، فبيغير ملابسه وبيقول إنه هو ما متذكر شو صار معه. فبتقول له جيسي إنه هان إجا عشان ينقذ حياتها وما لازم تلومه. فبتقول لها ديفا لا تتدخل في حياتهم الشخصية لأنها بنت غريبة عنهم، فبتطلب منها تسامحها، بس ديفا أكيد ما بتوافق، لهيك بتمثل إنها رح تخلص على حالها. ولكن هون بتكون الصدمة الثانية إنه هان بيوقفها وبيطلب منها تروح منهم. اتخيلوا إنه الزلمة أذى إيده، وشو كانت ردة فعل ديفا؟ ولا شيء. بتطلب منه يروح للمشفى، بس هو بيسألها لو كانت بتهتم فيه. بتقوله لو كان أي شخص قدامها الحين رح تخبره بنفس الكلام. فبيترجاها هان لتعطيه فرصة تانية، بس ديفا بتقول إنها انتظرت كتير وبدها الطلاق لأنه علاقتهم مستحيلة. فبتتركه وبتروح وهي كتير مصدومة لدرجة بيغمى عليها، وبيساعدها مارك وبياخدها معه. أما هان بيزعل كتير لأنها راحت مع مارك وتركته، وبيعترف إنه بيحبها، بس أكيد
هي ما سمعته وبيضل يبكي عليها. فبياخدها للمشفى وبتسأله على صحة الطفل، بيقول لها إنها بخير ولازم ترتاح، وبتشكره كتير لأنه دايما بيساعدها، بس ما بتكون بتعرف حقيقته وإنه هو في الواقع مانو لطيف زي ما بتظن. فبيوصل هان وبيسألها لو اختارت مارك، بتقول له إيه وإنه مارك أحسن منه ب1000 مرة. فبيقول لها مستحيل يطلقها، وبعد ما بيروح بتسرق إيده. فبيقول مارك لديفا إنها لو ما طلقت هان فهو بالتأكيد رح يعرف بموضوع حملها ورح يفكر بعدين يرجع لإلها، وبالفعل بتطلب منه يساعدها. فبكرة مساعد بطلنا بيجي بسرعة ليخبره إنه ديفا حامل وإنه نتيجة الاختبار كانت غلط، وبيقول له كمان إنه ديفا راحت لتسوي الإجهاض، وبيروحوا بسرعة للمشفى عشان يوقفها. بيركع على الأرض وبيترجاها تترك طفلهم وإنه هو مستعد يتغير عشانها، بس هي بتورجيله هالتقرير عشان يصدق إنها أجهضت الجنين. فبيجي مارك وبيبعده عنها وبيقول له إنه كل اللي صار بسببه، لأنه دايما كان مشغول في شركته وما كان بيرجع للبيت ليطمن عليها، لهيك هو ما بيستحق يكون أب. فبيضربوا وبيجوا الحراس وبيمسكوه. فبتطلب منه بطلتنا ما يجي مرة تانية ليشوفها لأنه ما ضل في إشي بيربطهم ببعض. هان حرفيا بيكون منهار عن كيف ديفا قدرت إنها تشهد ابنهم الوحيد والأول، بس هي ما بتهتم بكلامه. بيقول لها مارك إنه بالتأكيد هان رح يصدق الاختبار. على فكرة بطلتنا لساتها حامل، والاختبار أو الفحص اللي ورجوه لبطلنا كان مزيف، ومن اللي زيفه بالتأكيد مارك، يلي بيوعدها إنه هو رح يساعدها عشان تولد برات البلد. فبيطلب منها يتزوجوا زواج مزيف عشان لو عرف هان إنها حامل بكل بساطة هو رح يخبره إنه الطفل بيكون ملكه. وبالتأكيد بطلتنا الذكية بتوافق على كلامه، وبكرة بتطلق بطلنا رسميا، وبما إنهم اتطلقوا رح يعطيها أسهمها في الشركة، وبتقوله إنها رح ترسل المحامي تبعها ليحكي معه في هالموضوع. هان بيمسك إيد ديفا، بس بيجي مارك وبيبعدوا عنها وبيقوله إنهم الحين اتطلقوا ومداعي يزعجها. فبتمسك إيده وبتقوله يروحوا للبيت، وبيزعل كتير بطلنا. في حين مارك بيسأل ديفا عن شو حكالها هان، بتقوله ولا شيء ودعها. فبينتشر خبر طلاق بطلتنا وبطلنا بكل سهولة، وإنه ديفا لقت حبها الحقيقي بعد طلاق مباشرة، وبيكون هان مرة منهار، وكمان شركته صارت تحت سيطرة ديفا. وأمه بتصفعه بتقوله لإمتى رح يضل يبكي على ديفا. بتقوله إنه جيسي حامل، فبيسألها عن ليش خبرته بهالشي، بتقوله هاد لأنه هو بيكون أب الطفل. حرفياً بينصدم. بتقوله أمه إنه لازم يتحمل مسؤولية فعلته، فبيقول لها إنه مستحيل يكون مع جيسي. بس الشريرة بتجي وبتتظاهر إنها لطيفة وبريئة وبتطلب منه ما يتخلى عليها، بس هو بيقول إنه ما بيحبها، بس أمه بتضل تجبره ليتزوجها بالغصب. وكمان بتقوله إنه من اليوم ورايح راح تجي جيسي لتعيش معهم في نفس البيت. بيقول لها لو إجت جيسي فهو راح يطلع من البيت. وهون ديفا بتجي وأمه بتضل تسب ديفا وإنها كانت ندمانة لإنها زوجتها بابنها، فبيتأسف منها هان لأنه ما كان بيعتني فيها. بس ديفا بتغير الموضوع وبتقول إنها نست أعراضها وإجت لتاخدهم، وبتتظاهر جيسي إنه ديفا وقعتها على الأرض، وبطلنا بيسأل ديفا لو كانت بخير. فبتقول ديفا إنها رح تتصل بالإسعاف. بيقول لها هان مو داعي، فهو رح يوصلها للمشفى وبيحملها وبياخدها. أما أم بطلنا بتقول لديفا إنه لو صار شيء لحفيدها رح تتركها تندم. فالطبيب بيخبرهم إنه الطفل بخير. بتكون ديفا بدها تروح، بس أمه بتوقفها وبتقول لها إنها رح تتصل بالشرطة لأنها دفشت زوجة ابنها المستقبلية على الأرض. فبتقول لها ديفا إنه هي بريئة وما دفشتها، هي يلي وقعت لحالها. فبتكون بدها تصفعها، بس هان بيدافع عليها. فبتصحى جيسي وبتقول إنها وقعت لحالها وديفا بريئة. فبتطلب منها ديفا لتعتني بحالها مشان ما يتهموها مرة تانية. فبتروح ديفا، بس هان بيلحقها وبيمسك إيدها وبيعتذر منها عوض أمها. فبتقول له مو داعي يعتذر. فبيطلب منها يتغدوا سوا بما إنه الحين الشركة صارت تبعها.
بس بيجي مارك اللي دايما بيخرب عليهم لحظاتهم الحلوة، وبيقول له إنه ديفا رح تروح معه عشان تجرب فستان العرس. وبينصدم هان كيف إنه ممر كتير على طلاقهم، وبهاي السرعة ديفا رح تتزوج مرة تانية. بيقول له مارك إنه مداعي يتدخل في حياتهم الشخصية لأنه هو الحين صار غريب، ولما بيحاول يحكي مع ديفا على انفراد مارك بيمنعه، يعني بس تتخيلوا. وبيقول له كمان لو تقرب من ديفا رح يخلص عليه. فبيتشاجروا مع بعض وبتسفعوا ديفا، وبيزعل هان كتير كيف إنها بتدافع على مارك قدامه، فبتمسك إيده. أما مارك بيضحك عليه. ديفا بتسأل مارك عن لو كان من جد بده هالزواج المزيف، بيقول لها إيه وإنه هو مستعد يحميها وبيحضنها. فمساعده بيجمع معلومات على مارك، وبيعرف إنه هو السبب في يوم الفندق، وهو كمان يلي ساعد جيسي عشان تتقرب منه، وبيقرر يخبر ديفا بالحقيقة. فبيجي هان لشركتها عشان يسوي شراكة معها، بس هي بترفضه وبتقوله ما بدها تشوف وشه. فبيقول لها إنه هو إجا عشان يحكي معها عن موضوع الشغل، وما لازم تترك حياتها الشخصية تأثر على الشغل. فلما بيخلصوا اجتماعهم بيمسك إيدها وبيقول إنه هو حابب يحكي معها، بس هي بتقول إنها مشغولة. بيقول لها إنه مارك في الواقع شاب سيء، وهو بده يتزوجها عشان ياخد منها شركتها ومش أكتر من هيك. ولكن ديفا الذكية ما بتصدقه، فبتجي مع مارك للمطعم وبيمسك إيدها، بيقول إنه هو بيحبها كتير وهالزواج بيهمه كتير، بس هي بترفضه. بتقوله إنها بتعتبره زي صديقها ومش أكتر من هيك، بمعنى آخر إنها بترفض الزواج. فبتوصل ديفا ومارك للبيت، وبيكون هان بينتظرها وهو مرة خايف عليها. ولما بيحاول يحكي معها مارك بيضربه وبيوقعه على الأرض، فبيضل ينتظرها وهي بتناظر فيه من بعيد. فبيقول لها مارك تروح لغرفتها لتنام، أما هان بيتعب كتير وبيغمى عليه. فلما بيصحى بيلاقي حاله في المشفى، وبتقوله جيسي إنه ضل مغمى عليه لمدة 3 أيام، وبتتظاهر جيسي إنها خايفة عليه. فبيجي مارك ليشوفه لأنه هو طبيب، وبيقوله إنه ديفا ما ضلت بتحبه، وبينصحه ما يضيع وقته معها لأنها مستحيل ترجع له. وبيقوله كمان إنه ديفا رح تصير ملكه، وبيستفزه بكلامه. فبتوصل ديفا وبتكون بدها تحكي مع هان لحالهم، فبتعطيه صورة الطفل اللي في بطن جيسي، وبتطلب منه ينساها ويبدأ حياته من جديد مع جيسي. بس هو بيطلب منها تعطيه فرصة ليثبت الحقيقة، وإنه الطفل اللي في بطن جيسي ما بيكون ابنه. وبالفعل ديفا بتعرف الحقيقة، وإنه جيسي منها حامل من هان. ولما بيجوا عشان يواجهوها بتقول إنه هالشي كذب في كذب، ولكن أم هان بتصفعها وبتكون ندمانة كتير لأنها صدقت كلامها. هان بيسأل جيسي عن لو كان مارك هو يلي ساعدها عشان تخدعه، وقبل ما ترد على سؤاله بيجي وبيقاطعهم وبيسألها وكأنه ما شاء الله عليه ما سوى شيء. فبتقول جيسي إنه ما في حدا ساعدها وهي سوت كل هاد لحالها. ليش؟ عشان تتزوجوا لأنه هو غني. فبيسألها هل مارك هددها عشان ما تقول الحقيقة، بس جيسي بتكسب وبتقول لا. فبيعصب منها هان وبيطلب من مساعده لياخدها من هون، وهان بيطلب من ديفا لتعطيه فرصة تانية، بس بترفض وبتقول إنها فكرت كتير منيح وهي قريبا رح تتزوج من مارك. بتمسك إيده وبتروح وبيزعل كتير عليها. فبترجع ديفا مع هان للبيت، وبيطلب منها بعد ما يتزوجوا يسافروا لبرات البلد عشان تبعد عن هان، وبيحاول يتقرب منها بس هي بترفضه. هالشي اللي بيتركه يعصب كتير. وبعدين بتكون بتلف في البيت، بس بتنصدم لما بتشوف تمثال اليشم يلي طلع موجود في بيته. وأخيراً بتعرف إنه مارك هو المسؤول عن حادثة الفندق، ومن الأساس هو يلي تعاون مع جيسي، وكمان بيكون بده يتزوجها لياخد منها شركتها. فبيغير الموضوع وبيقول إنه هو بيحبها كتير، بيمسكها بقوة وبيرفض يبعد عنها، وبيقول لها لو ما وافقت على الزواج رح يخلص على هان. بتمر فترة وبيعرف هان إنه ديفا اختفت وما ضلت بتجي للشركة. فبتجي عنده لانا وبتقوله إنها مستعدة تساعده في شركته بس بشرط يتزوجها. فبيقول لها مستحيل.
ففجأة بيجي مساعده وبيخبره بمكان ديفا، وفي نفس الوقت مارك بيكون بيجبر ديفا بالغصب لتتزوجه. الزلمة حرفياً بيكون مرة مجنون في حبها. فبيوصل هان أخيراً وبيحاول ياخدها معه للبيت، بس فجأة مارك بيأذيه وبيوقع على الأرض، وبتنصدم ديفا كتير لدرجة ما بتقدر تتحرك من مكانها. بيوصلوا حراس هان وبيمسكوا مارك، أما هان بياخدوه بسرعة للمشفى. وأول ما بيصحى بيلاقي ديفا جنبه يلي بتكون مرة خايفة عليه وبتحضنه، بس هو بيتأسف منها وبيطلب منها تتزوجه مرة تانية، وبالتأكيد بتوافق وبيحضنوا بعض. ولما بيطلع هان من المشفى بيسوي أفخم عرس للمرة التانية، وبيلبسها خاتم الزواج وبيتزوجوا أبطالنا، وهيك بيعيشوا أبطالنا سعداء مع بعض.